ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. اكيد مستغربين من المنظر اللي قدامكم ده مطبخ متبهدل اخر حاجة، متبهدل جدا، كله دهون. ولسه كمان مكملين، لسه هشوفوا ايه متدهول تاني. انا حبيت بس ابين لكم حاجات بسيطة. انا استخدمت منتج معين، اولا ده مش اعلان خالص خالص والله. ده منتج، بصي روح لي الدهون العميقة دي عايزة اقولك الدهون دي بقالها سنين، هي تبع واحدة عزيزة عليا بصراحة. بس يعني من غير ما اقول اسمها، كان جاي لها اكتئاب بصراحة من المطبخ، بتقول لي اكيد ده مش هينضف عمره. بصراحة ما كانش عندها امل اللي هو ينضف. قلت لها طب استنى عليا كده. جبت لها منتج بصراحة من اول رشة والله العظيم ما سبته دقيقة واحدة. اول ما رشيت مسكت السلك على طول، وبص مسافة ما انا بمشي السلكة بينضف على طول. شايفين كمان الدهون بتاعت الازاز بتاع الفرن؟ احنا فكينا الفرن، شايفين؟ يعني اللي يشوفها كده يقول لا استحالة ده ينضف خالص. شايفين دهون البوتاجاز؟ يعني دهون وحروق، يعني حاجة كده فظيعة بجد. يعني اي حد يشوفه يجيله اكتئاب على طول، يقول استحالة ده ينضف. بس انا هقولك من رشة واحدة والله العظيم بينضف الحروق والدهون، وده كله بقى يلمع معايا وانتوا هتشوفوا معايا. انا على فكرة ما قطعتش حاجة من الفيديو خالص عشان تشوفوا معايا وعشان تصدقوا. هنا رشيت من المنتج بتاعي، شايفين؟ ده دهون وحروق. على فكرة الازاز ده ما اتشالش بقاله سنين. هديله رشة كويسة. بس اهم حاجة عايزة اقولك تكوني لابسة جواندي، لان بجد اول ما بدأت فيه ما كنتش لابسة جواندي، ايدي اتبهدلت خالص يعني اتعورت كمان. ففي نص الفيديو كده لبست جواندي لان ايدي خلاص كنتش قادرة اصلا امسك السلكة بايدي. فاهم حاجة تكوني لابسة جواندي عشان ايدك ما تتبهدلش، لان المنتج ده قوي جدا صراحة يعني. فاهم حاجة تكوني لابسة جواندي او جلافز يعني زي ما بتقولوا. تمام، شايفين؟ انا مش هتكلم، يعني انتوا شايفين زي ما انا شايفه. على فكره والله انا واحده من الناس قلت استحاله الازاز ده ينضف. انا مسافه بس ما مشيت السلكه مسحت لكم كده بالفوط عشان تشوفوا، يعني حاجه كده ما شاء الله. على فكره هي كانت واقفه جنبي مصدومه بجد والله العظيم، يعني كانتش مصدقه، بتقول لي يا بنتي سيبك منه والله انا هغيره اصلا، يعني استحاله ده ينضف. قلت لها طيب استني. يعني انا اصلا كنت بقول لها استني وانا ما كنتش برضو متوقعه، انا قلت يلا ها هنجرب، بس عماله اديها في امل. بس بسم الله ما شاء الله روح لي خالص. شايفين؟ بجد خلى الازاز معايا يلمع في الاخر. يعني انتوا تابعوا معايا وهتعرفوا. يعني انت اصلا انا ما سبتوش على الازازه دقيقه، انا اول ما رشيت اول ما مسكت السلك على طول كده ومشيتها على الازاز، ما شاء الله يعني خلى الدهون راحت في ثانيه. بجد اللهم بارك، منتج روعه. بجد والله طلع حاجة وهم كده. يعني أنا استخدمت منتج لاستر للدهون بتاع الأفران والبوتاجاز، وكمان نفع للمطبخ. بجد والله العظيم حاجة كده ما شاء الله، بجد يستاهل الضجة اللي عليه ده. أنا قلت هجيبه وأجربه. شايفين اللهم بارك؟ يعني ولا هتتعبي بقى ولا تقعدي بقى تعملي خلطات وتقعدي كتير وتسيبيها عليها بقى بالساعة لا، دي في ثانية وانتي واقفة بتخلصي دنيتك كلها. هدي رشة بس للأحرف بتاع البوتاجاز لأن متراكم عليها دهون كتيرة فوق بعض. شايفين بقى بالسلكة برضو؟ شايفة؟ ركزوا كده معايا، أصلا الدهون بتقع مسافة بس ما انت ما بتمشي كده خلاص. لو عايزيني بإذن الله بقى أعمل معاكم فيديو عن تنظيف الحوامل بتاعة البوتاجاز والعيون، اكتبولي في التعليقات بإذن الله وهعمل لكم فيديو ليها.
خلاص كده كل حاجة بسم الله ما شاء الله ما خدتش معانا وقت وانجزنا. يعني احنا على طول لما نسمع تنظيف المطبخ ده يعني هنقعد يوم كامل في المطبخ، عايزة اقولك لا خالص. والمنتج ده كمان بينفع لدهون السيراميك. بس انا بس ما حبيتش اطول معاكم الفيديو اكتر من كده لان كان هيبقى طويل جدا. بس باذن الله جربه لكم برضو على دهون السيراميك والحوامل وعيون البوتاجاز. لو انتوا حابين اكتبوا لي في التعليقات. شايفين انا قلت بقى ارش على المفاتيح كده بتاعه البوتاجاز بقى والازاز. شايفين كمية الدهون اللي عليها؟ بجد والله العظيم هي كانت واقفة جنبي مبهورة مش مصدقة اصلا، يعني مسافة ما انا برش وبعمل بالسلكة وقدام عينيها ده كله بيروح. شايفين ما شاء الله عيون البوتاجاز بترجع تلمع تاني زي الاول ازاي. عايزه اقول لكم بجد السلكه الخشنه دي وانا بنضف كانت مساعداني جدا برضو. لان انا جربت في الاول السلكه الناعمه من كتر الدهون ما بتيجي عليها بتبوظ على طول يعني ما بتكملش معايا. امال السلكه الخشنه دي دلتها معايا للاخر بصراحه. من اصعب الحاجه في التنظيفات اصلا في البوتاجاز العيون بتاعه البوتاجاز بتضايق جدا. بس مع لاستر بصراحه يعني ما خليتش في حاجه صعبه خالص. عايزه اقول لكم هنا عملت باب البوتاجاز بس ما عرفتش اصوره معاكم لان الازاز كان مبين وشي خالص يعني فما كانش هينفع. دلوقتي بقى شايفين الفرق بين العينين الاخرانيين والاول. شايفين فرق شاسع طبعا. حبيت اسيب العينين الاخرانيين دول في الاخر عشان تشوفوا الفرق بين الاول وبعد. شايفين يعني ودول كان اكتر عينين متبهدلين جدا ما شاء الله. شايفين بقوا يلمعوا. شايفين ما شاء الله باب البوتاجاز ما كانش كده طبعا في الاول زي ما انتوا شفتوا. وشايفين العيون رجعت تلمع تاني زي الاول ازاي. عايزه اقولك بجد والله اللهم بارك حلو جدا. وشايفين المطبخ بقى عامل ازاي قبل وبعد وده ازاز بتاع الباب بتاع البوتاجاز من جوه. شايفين اللهم بارك. بقى مرايه بجد والله العظيم بقى مرايه. وما خدش مننا ولا وقت ولا مجهود. بس اهم حاجه زي ما انا قلت لكم تبقوا بس لابسين جواندي كده في ايديكم عشان ايديكم ما تتأذيش. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه ولو مش مشتركه يا ريت تشتركي في قناتي.